تشهد الجزائر خلال الأيام الأخيرة موجة واسعة من حرائق الغابات في ظل ظروف مناخية صعبة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية أسهمت في تسريع انتشار ألسنة اللهب على مسافات شاسعة، مما جعل عمليات الإخماد أكثر تعقيداً. وتسابق السلطات الجزائرية الزمن من أجل احتواء هذه الحرائق من خلال تعبئة مختلف فرق الحماية المدنية وتسخير الإمكانيات البرية والجوية، إلى جانب إجلاء السكان من المناطق المهددة، كلما استدعت الضرورة في محاولة للحد من الخسائر البشرية والمادية. وتعد الرياح القوية من أبرز العوامل التي تفاقم خطورة هذه الحرائق، إذ تساهم في انتقال النيران بسرعة كبيرة بين الغابات والأحراش، كما يوفر الجفاف وارتفاع درجات الحرارة بيئة ملائمة لاشتعال الغطاء النباتي واتساع رقعة الحريق. وفي الوقت الراهن لا تزال الأسباب الدقيقة لاندلاع هذه الحرائق غير محسومة، إذ قد تكون ناجمة عن عوامل طبيعية مرتبطة بالظروف المناخية، أو عن إهمال بشري، أو عن أسباب أخرى، وهو ما يستوجب انتظار نتائج التحقيقات الرسمية قبل الجزم بأي فرضية. وتؤكد مثل هذه الكوارث أهمية تعزيز إجراءات الوقاية وتطوير أنظمة الإنذار المبكر وتكثيف حملات التوعية للمحافظة على الثروة الغابوية باعتبارها رصيداً بيئياً واقتصادياً ذا أهمية بالغة. كما تبرز الحاجة إلى تعاون جميع الجهات المعنية والمواطنين للحد من مخاطر الحرائق، خاصة خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً كبيراً في احتمالات اندلاعها. الغابة هذه ما عندكش وش